شويه من التحرميت. سأتكلم بشويه الوضوح، لأن أنا أتعلم السياسة في بلادي أصبحت هي الدهاء، هي المناورة، هي الحديث بلغات متعددة. والوسيط في هذه المناورات السياسية هما النقابات، ما بين الناس اللي معنيين وما بين الحكومة لأول مرة. والكرة اللي كيلعبوا بها هي التلميذ. كلام قاسي، ولكن غنقولوا النقابات في العالم الأنشئت للدفاع عن القطاع، لا تكون وسيطا وسمسارا. ماشي هذه مهمتها، هي مهمتها تكون مؤتمنة في الحوار. السطل هذو اللي كتمثلهم دابا التنسيقيات هما اللي متحكمين في المشهد، ولكن ما عندهمش وجود قانوني. لأول مرة عندنا إشكال. أنا كوزير مثلا لو تخيلت هذا عندي صعوبة، القانون تعطيني نتحاور مع النقابات، ولكن النقابات لا يمثلون أي شيء، ما بقاتش عندهم سلطة لأن أفرغناهم من دورهم الاجتماعي. النقابات كان خصنا نقراهم على أنهم صمام أمان، على أنهم يساهمون في السلم الاجتماعي، على أنهم ما يخلوناش في مواجهة الشارع، ولكن خصهم يكونوا ناس فيهم تيدراعيو المصلحة الوطنية، تيكونوا شوية فيهم واحد القدر من النزاهة، واحد القدر من الشفافية. دابا أكثر مناورة من السياسيين، يعني من مآسي التعليم هو يبحث عن نقابات نزيهة، عن نقابات ذات ضمير، عن نقابات ذات موضوعية. أنا هي تكون عندي نقابة اللي نثق فيها وتقول لي الاقتصاد المغرب لا يتحمل ما تطلبه كزيادة، ولكن هل الأفق فين غنمشي؟ شريطة ها واحد التعاقد واضح. دابا حنا في كل حملة انتخابية نفرق وعود ونبيع الأوهام في الحملة الانتخابية، مجرد ما كتنتهي الحملة الانتخابية نخرج خطابا آخر. راه ما عندناش، راه حنا في ظروف، راه حنا في سياق. ألم يئن الوقت يكون عندنا ناس ديال الشجاعة في السياسة يقولوا الله يخليكم حنا باغي نوصلوا معكم لهنا، ولكن الإمكانات اللي عندنا هي هذه. دابا خذ أي رجل في التعليم ولا أي امرأة في التعليم عندها مشكلة الثقة، تتقول لك كنتحاوروا على شيء كيخرج شيء. ولذا أنا قلت هذه الجرعة ديال التحرميات بالغنا فيها، كثرنا منها. كاين شوية ديال مبدأ الثقة، والثقة يحتاج إلى شجاعة سياسية وإلى نزاهة نقابية. فقدنا هاد الجوج. الأمر الثاني نكونوا واضحين، لا يمكن إصلاح التعليم دون سلم أجورنا وأفق وطموح. أنا مني كان متوظف وتنقرا بأن من بعد 30 سنة تضخم غادي ياكل لي الراتب ديالي لإنهاك في الحصص الزمنية. تعرف هذا الإصلاح اللي جا أمسك بحرية رجل التعليم أنه غادي يقوم بواحد الأشياء كثيرة دون مقابل. واش باقي شي واحد كيصحح أوراق ديال امتحان البكالوريا بدرهمين للورقة ديال 6 ديال الورق ديال الفلسفة؟ ما غنقولكش شي حاجة جديدة، ولكن بعض الأساتذة نشروا الشك اللي حصلوا عليه كتعويضات من التصحيح. حقيقة محرج. 120 درهم، 48 درهم، 48 درهم تعطيها مؤسسة ديال الدولة كاملة قايمة باش توقع من الخزينة العامة للمملكة الشك ديال 48 درهم. لو كانت 1962 63 كنت تكون مقبولة. يعني هذا كان مقبول، ما لم يقع تطور. انت باغي تقول لي بان نشط الثقافة في المدرسة ونشط المكتبة ونقوم بالترفيه وبالمسرح والفن وبالرياضة، هادشي كله مقبول وضمن الواجبات المؤسسة، ولكن في المقابل ديالو غتاخذ مني زمن. اذا اديت عليه تعب متعب مكلف. ثانيا انت تتكلم لي عن الجوده في قسم فيه 48 50، هذا من العبث الحديث عنه مهما كانت قدره هذا الانسان. ولا بغينا نعرفوا الاثار ديال التعليم على رجال ونساء التعليم، نشوفهم اللي كيقربوا للتقاعد منهكين جسميا وصحيا. ودارت دراسات لمؤسسات على بينيبيليتي، يعني مشقة تعب، ولقاو بأن من القطاعات، وهادشي كنتكلم على الدول المتقدمة، أن نسبة المشقة والتعب عالية في التعليم، فما بالك عندنا؟ إذا خصنا نكونوا واحد القدر د الموضوعية، خص واحد القدر من الإنصاف. كاين المدخل الثالث وأعتقد أنه مهم. حتى الناس ديال التعليم راه ما يمكنش نمشيو في الجهوية ونقويوها وحنا كنآمنوا بالمركزية. خصنا تدخلوا واحد الجرعة الجهوية. اش كنقصد بها؟ أنه كاين اختصاصات إلا تنقلت للجهة هذا لا يعني ضاعت حقوقي،
لان كاين شي واحد كيعتقد بان الحقوق ديالو مضمونه ملي كيكون عنده النيرميرو تصم مرتبط بالرباط وبالوزاره. خصنا نعرفوا عاود فين باغي نمشيو، وهذا بسبب العجز ديال التواصل رجال السياسه. خصنا نقسموا ما بين شقين، الوضع القانوني والاعتباري والمادي مهم، ولكن ان يكون من اختصاص الجهه اظن انه المستقبل، لانه ما تيمكنش. ونعطي واحد المثال عملي، مستوى الحياه في الدار البيضاء في الرباط ماشي هو نفس المستوى الحياه في مناطق اخرى، ماشي نفس الكراء، ماشي نفس الاسعار ماشي نفس التكاليف، بمعنى ان غيوقع واحد التفاوت في الرواتب، تفاوت معقول ونسبي، ولك ان تختار تجي تسكن في الدار البيضاء الكراء تيبدا اللي فيه كرامه واحد الرقم، ولا تختار واحد الجهه اللي الكراء ثمن في المتناول. انا كاين بعض المعطيات اللي علميه واقتصاديه واجتماعيه يجب مراعاتها. اذا خصنا واحد شجاعه الانصات وشجاعه الاقتراح. الوزاره لحد الان غير جاده في مقترحاتها، كتحاول ما يمكن دير مقاربات تقنيه، وقطاع التعليم فقد الثقه. النص ديال ردة الفعل ديالو انه لا يثق. شو الحل؟ انا اعتقد بان محتاجين مؤقتا واحد 4 سنين ولا 5 سنين ردوا قطاع سيادي حتى يوقف على رجليه. يعني خص واحد الاراده اكبر من اراده وزير. نعم. سبحان الله، بلانا الله بحكومه في نظام الارث وما بغاش تسقط النظام المآسي وما قدراش تغير النظام الاساسي، وهذا الشيء كله لانها كتنفذ اوامر العفاريت والتماسيح لتربيه الشعب كما قال كحل الخنشوش. حكومه القمع والاستعباد باغا تطبق النظام الاساسي صح على الاساتذه، وكيقولوا لك علاش الاساتذه ما بغاوش يتحاوروا، علاش ما بغاوش يرجعوا للاقسام، علاه نهار خرجتوا النظام الاساسي مع 10 ديال الليل وطلبتوا من النقابات باش يجيو مع 10 ديال الصباح باش يجيو يوقعوا عليه، تشاورتوا مع شي واحد، زائد الاساتذه كانوا كيشاركوا في الحوار، عامين وهما في الحوار، وفي الاخر صدمتوهم بواحد نظام اساسي كله عبوديه واستغلال وخرجتوهم من اطار الوظيفه العموميه. زعما كيبقاو فيكم التلاميذ، غير قولوا لينا نتوما شنو خاسرين الا تم اسقاط النظام الاساسي؟ نتوما فارضينه صحه وباغيين من الاساتذه يدخلوا يخدموا والقانون مطبق عليهم، زربتوه وحطيتوه في الجريده الرسميه، فهاد القوالب كامله وهاد حكومه التحرميات فكيعرفوها الاساتذه. اصلا الازمه امتى بدات؟ الازمه بدات مع هاد النظام المآسي اللي خرجتوه من تحتيها ودوزتوه في البرلمان حسي مسي وحطيتوه في الجريده الرسميه بلا ما يسيقوا الخبر الاساتذه، باستثناء دوك النقابات اللي خداو دعم 1.5 مليار كرشوه. واش هادو هما النقابات صمام الامان اللي غادي يعولوا عليهم الاساتذه؟ اذا مع من غادي يجلسوا هاد الاساتذه يديروا الحوار؟ واش مع الحيه ولا مع مولنيه؟ غيجلسوا مع عصابه اصحاب المدارس الخاصه واللي عندهم الربح في هاد الشيء اللي واقع دابا. فمثلا رئيس الحكومه اكبر كذاب على وجه الارض بدليل تصريح ديال 2500 درهم، وداك المهرج ديال وهبي اكبر فضائحي وفاسد عرفاته وزاره العدل منذ تاسيس هاد الوزاره في هاد البلاد. اما نزار بركه اكبر مدلس ومنافق وكذاب، قبل ما يدخل الحكومه كان كيهضر على تسقيف اسعار المحروقات، واليوم فينا هو الوعد الانتخابي. دابا غيقول لنا السي وهبي الاساتذه مع من غادي يبركوا يجلسوا مع حكومه القوالب، حكومه الكذوب والنصب على عقول المغاربه. ما هذاك رئيس البرلمان اللي بغى يدير فيها محامي الاساتذه يلعب دور الوساطه مع الحكومه. بلا شك كلكم كتعرفوه، السيد طالبي العالمي، واحد الراجل الله يعمرها دار، راجل معقول وكيساهم من جيبه من اجل المصلحه العامه. فكما سمعنا هاد طالبي العالمي قال مؤخرا اقترح باش يكون وسيط ما بين النقابات والاساتذه وما بين الحكومه. يا خوتي المغاربه، فهذا رشيد طالبي العالمي صاحب السوابق القضائيه، صاحب التاريخ الاسود في عالم النصب والنهب، وصاحب الشيكات بدون رصيد، وصاحب التهرب الضريبي. ايضا كيقترح راسو يكون وسيط في هذه الازمه، مشكل الاساتذه اللي ما قدر حتى شي واحد يحلو. جا هاد رشيد الطالبي العالمي قال الاساتذه عطيوني شنو طالبين. هذا خوتي المغاربه هو المفتش كولومبو. اول حاجه السيد طالبي العالمي، الوسيط خصو يكون رجل نزيه وما يكونش طرف، وانت كتنتمي للحزب ديال مول الخنشه التجمع الوطني للاشرار. والاكثر من هذا الشيء كامل انت مول تصريح الا ما زدناكمش 2500 درهم ضربوني بالحجر، جاي فيها دابا دير فيها وسيط. انت بعدا كيفاش غيثيقوا فيك الاساتذه والتنسيقيات وانت متهرب ضريبيا وعندك سوابق قضائيه وشيكات بدون رصيد؟ يعني انت مدلس بدرجه طيار. المهم هذا من جهه اخرى، هاد حكومه القوالب
باشرت رسميا سرقة أموال المضربين ومباشرتها الاقتطاعات دون البحث عن حل آخر لهذه الأزمة. إذن هذه هي الحكومة اللي طلبت من الأساتذة يديروا النية. كاين شي برهان أكثر من هذا الشيء على أن الحكومة صادقة فيما تصرح به، على حد قول وهبي المهرج الحكومة بأنها حكومة الأفعال ماشي الأقوال. زائد هذا التماطل، هذا التسويف راه ديروا الحكومة ليس بريئا، لأنها ما تزال تطمح إلى تشتيت هذه الوحدة الصفية ونضالات الأساتذة. فالملاحظ بهذه الاقتطاعات الغير مشروعة لكي يمارسوا هذا الحق الدستوري اللي هو حق الإضراب، وناهيك عن التهديدات التي يروجها أعداء المدرسة العمومية، وهذا الشيء كله طبعا باش يبعثوا اليأس بصفوف الأساتذة. طبعا هذه الممارسات وهذه الحيل والهجومات هي متوقعة من حكومات لا تهتم بتمدرس أبنائها. ولكن واحد السؤال كيتطرح بقوة، واش هاد الحكومة غادي يعجبها الحال إلا رجع الأستاذ منكسرا مذلولا ويرجع إلى قسمه بدون تحقيق مطالبه؟ واش غادي ترتاحوا بهذا المنطق وانتوما كديروا جميع المحاولات باش ترغموا الأستاذ على العودة لقسمه بلا ما تحل الملفات ديالو؟ نفرضوا أن هذا الأستاذ هذا الدرويش هذا يرجع لقسمه بلا ما تحلوا له الملفات العالقة ديالو، واش غيرجع هذا الأستاذ بواحد الجهد ويعطينا ديك الجودة ويقري وليداتنا كما كنطمحوا؟ احنا كنفكروا غير يرجع الأستاذ. في اعتقادي أن تركيع الأستاذ فكرة غير سليمة، أولا لأنها من حيث العهود السابقة أكل الدهر وشرب عليها ولم تعد صالحة الآن، وثانيا أنها مهما نجحت معنا لن نحقق إلى الدمار والبؤس في قطاع التعليم. إذن يا أخناتوش، إلا كنت باغي أستاذ جائع وخانع ورائع هاد القضية مستحيلة، وإلا كنت باغي غير شي عساس يعس على 40 تلميذ يجمعهم من الزنقة باش يتحقق السلم الاجتماعي هذه مسألة أخرى، غير هو صرح بها للمغاربة. ما تبقاش تقول تجويد المدرسة العمومية بلا ما تضيعوا الملايير على المخططات والمناهج والبرامج. نكتفيو غير بهاد المدارس المهترئة ونجمعوا فيها هاد 7 ملايين تلميذ مغربي. واش هاد حكومة الحماق؟ باغي هاد الأستاذ يعطي داكشي اللي كنتمناو بلا الرقي بالوضعية ديالو؟ قولوا لي هاد المعادلة فين كاينة؟ إذن عباد الله خصهم يفهموا عمق الأزمة قبل ما يتهموا الأساتذة بأنهم هما سبب المشكل. وهاد التعنت والتسويف والتماطل ديال هاد الحكومة المشؤومة وغير بالشوية عليها ما على بالهاش، رغم أن الأزمة اشتدت وهي مازال كتفكر في أساليب الترهيب والتخويف والتخوين والتئيس وخطة التعويض التي يروج إليها البعض. فهذا الجهد للنيل من معركة الأساتذة لو استعمل لصالح هاد الناس اللي كيحتجوا لربما كان أفضل لهذا القطاع اللي كيعاني من لا مبالاة لعقود من الزمن. يا سيادة رئيس الحكومة، واش هذا هو الإصلاح اللي كتنادي به؟ ولا الإصلاح عندك هو الخوصصة؟ والله يهديكم على وليدات المغاربة وعلى هذا الشعب المطحون، لقيتوه درويش وساكت وراضي بالهم والهم ما راضي به.